السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة عالم شاهين. إن شاء الله كلكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم بإذن الله بغيت نشارك معكم الطريقة الصحيحة لتجميد البرتقال، الليمون الحامض وأيضا الفراولة، والطريقة الصحيحة أيضا باش نحضروا العصير التركي المشهور اللي كنحضروه ببرتقالة وحدة وحامضة وحدة، ولكن الصراحة كنا كنحضروه بواحد الطريقة خاطئة. يعني العديد من الناس منا، انا في البيت كنت كنحضروا، وليداتي ما كانوش كيبغيو يشربوه، كيكون فيه شويه د المروره. ولكن اليوم باذن الله نشارك معكم الطريقه باش ما تكونش نهائيا المروره في هذا العصير، وفي نفس الوقت ما نستعملوش مواد كيماويه مثل السنيده الحامضه. تبعوا معايا الفيديو حتى الاخير باش تعرفوا الطريقه الصحيحه اللي كنحضروا بها العصير. اول حاجه نبداو بها هو الفراوله. كناخذوا الفراوله طبعا ديالنا، كنغسلوها جيدا بالماء والخل ونخليوها في واحد الشبكه تستقطر من الماء. من بعد كنزولوا ليها هاد النباتة ديالها. هنا النصيحه اللي نقدم لكم هو انه الا بغيتوا تحافظوا، الا بغيتوا الفراوله ديالكم تحافظ على داك المذاق الحلو ديالها، كتخليو لها النباتة. ولكن هنا انا بغيت نسهل لنا العمل، كنزولوها يعني قبل ما نجمدوها. من بعد كنقطعوا هاد الفراوله هذه. هنا كنضيفوا ليها ملعقتين من السكر. انا الكميه اللي عندي هي كيلو ونصف من الفراوله، ضفت ليها ملعقتين من السكر. كنحاولوا اننا نلبسوا هاد الفراوله كلها بالسكر سنيده. يعني هذا هو السر وراء نجاح عمليه تجميد الفراوله. هاد السكر هذا كيذوب وكيرجع مثل السيغو، هو اللي كيخلي لنا الفراوله يعني كيحميها وكتحافظ على داك اللون ديالها وحتى على المذاق ديالها. هنا يعني الا بغيتوا نتيجه افضل كتحضروا ان سيرو، كتحضروا واحد السيرو، كنوضعوا مثلا كأس من السكر مع كأس من الماء وقطعة من الليمون الحامض. كنوضعوه فوق النار يغلي لمدة 10 دقائق. من بعد نزولوه من النار ونخليوه حتى يبرد. كناخذوا منه ملعقتين او 3 وكنضيفوها لهاد الفراولة اللي ضروري نكونوا نشفناها جيدا من الماء، يعني كنخليوها تستقطر جيدا. وكنلبسوا هاد الفراولة هذه كلها بهذاك السيرو هو القطر. من بعد كنوضعوا هاد الفراوله ديالنا في واحد الكيس بلاستيكي او الاكياس اللي كنوضعوها في المجمد. كما لاحظتوا هذا هو الصيغو اللي حصلنا عليه، كنضيفوه حتى هو في الكيس ديال الفراوله. صافي. من بعد كنحاولوا اننا نخرجوا هذاك الهواء من هاد الاكياس هادو كما كتلاحظوا، وكنغلقوا جيدا هاد الاكياس. هنا ممكن تستعملوا هاد الاكياس البلاستيكيه او اي كيس بلاستيكي، او حتى بعض المرات انا كنستعمل حتى الفيلم اليمونتير. صافي. وكنوضعوه في المجمد ديالنا. المهم انه يكون مغلف جيدا. دابا ندوزو باش نحضروا البرتقال ديالنا او الليمون مع الحامض. هنا كتبقى الكميه على حسب نتوما شنو كتفضلوا. الا كنتو كتفضلوا ان مذاق الحامض هو اللي غالب كتاخذوا حامضه وليمونه وبرتقاله واحده. الا كنتو كتفضلوا مذاق البرتقال يكون غالب كتاخذوا برتقالتين. انا هنا خديتهم صغار، كنغسلهم جيدا بالماء والخل ضروري. من بعد نقطعوهم يعني على هذا الشكل هذا كما كتلاحظوا قطع صغيره. كنحاولوا اننا نزولوا يعني داك الخيط الابيض اللي كيكون في الوسط. نفس الشيء بالنسبه للحامض، كنقطعوه وكنحاولوا اننا نزولوا العظم اللي كيكون فيه لانه كيطلق المراره بزاف. هنا انا حضرت واحد الكميه قليله لانني فقط بغيت نشارك معكم الطريقه الصحيحه لتحضير هذا العصير هذا. الصراحه رمضان باقي بعيد، يعني حتى يقرب باذن الله غادي نحضر واحد الكميه كثيره. هو مده الاحتفاظ بالخضر والفواكه في المجمد 6 اشهر يعني الماكسيموم. وانا الصراحه ما كنبغيش نخلي الخضر والفواكه في المجمد مده طويله، يعني تقريبا شهرين او 3. صافي كنحاول انني نستخدمها. والحمد لله يعني على طول العام عندنا الخضر والفواكه، يعني نحاولوا اننا نستغلوها وهي طازجه. ولكن يعني هاد لي زاستيوس هادو كيبقاو مثلا الضيوف الغفله او مثلا رمضان، يعني ما كاينش الوقت كتير، او مثلا بالنسبه للمراه العامله، يعني هادو كيساعدوا وكيسهلوا علينا العمل. كناخذوا ملعقتين من السكر سنيده، نفس الشيء اللي عملناه مع الفراوله. كنخلطوا جيدا حتى يتلبس بهذاك السكر ونخليوه يرتاح واحد المده. ومن بعد كنوضعوه في اكياس بلاستيكيه كما كتلاحظوا. هذا هو الصيغو اللي حصلنا عليه، كنضيفوه حتى هو. صافي. وكنوضعوا الاكياس في المجمد. الان ندوزو باش نحضروا العصير ديالنا. كناخذوا هذاك الكيس بلاستيكي كما كتلاحظوا اللي فيه قطع ديال البرتقال والحامض.
تقريبا انا هنا كان عندي في المجمد مده 15 يوم. كما كتلاحظوا البرتقال ديالنا باقي محافظ على اللون ديالو. من بعد كنوضعو في الخلاط الكهربائي، هو باقي يعني تقريبا جامد شويه، يعني ما كنخليوش حتى يذوب كله. هنا من الاحسن الا كان متوفر يعني الخلاط اللي كنطحنوا فيه اللوز، كما كنسميوه حنا في المغرب 1 2 3 اظن كتعرفوه، هو هذا يكون احسن. انا استعملت الخلاط الكهربائي العادي، يعني نظرا انه موجود عند جميع الناس. من بعد كنضيف له كاس من السكر او كاسين، يعني كيبقى على حسب الذوق ديال كل انسان. انا هنا الصراحه ضفت كاس واحد، ما كنبغيش الحلاوه، ولكن نتوما من الاحسن توضعوا كاسين من السكر سنيده. وضعت القليل فقط من الماء، القليل يعني تقريبا واحد ربع كاس، يعني باش نساعدوا الخلاط انه يدور. اما الا استعملتوا يعني الخلاط اخر، يعني ما توضعوش الماء نهائيا، لانه كيكون عنده السكين حاد وكيقدر انه يطحن هذا الليمون وهو مجمد. السر وراء نجاح هذا العصير هذا هو اننا ما كنطحنوهش جيدا. يعني احنا كنا كنطحنوا هذا العصير هذا حتى ما كيبقى فيه حتى فساسه، كنبقاو كنطحنوه وكنضيفوا شويه د الماء وكنطحنوه حتى ما يبقى فيه والو. هذا هو الغلط اللي كنا كنرتكبوه، يعني كنا كنطحنوا هذاك الابيض، اللب الابيض اللي كيسبب لنا المروره كنا كنطحنوه. اكيد غتبقى المروره في العصير، وكنا كنضيفوا واحد الكميه كثيره من السكر. هذا هو الخليط اللي حسنا عليه. كنضيفوا الماء. هنا تقريبا انا ضفت لتر ونصف من الماء، الا بغيتوا تضيفوا حتى لترين ممكن. كما كتلاحظوا هادو هما القطع اللي كيسبوا لنا المروره، يعني هذوك القطع البيضاء كتبقى يعني. من بعد كناخذوا واحد الصفايه، من الاحسن تكون يعني ديك الثقوب رقيقه، وكنصفيو هذا الخليط ديالنا. هذا هو اللي كيسبب لنا المروره. يعني مستحيل تطحنوا هذا الخليط هذا وتطحنوا هذوك القشور يعني بالابيض والعصير يبقى بلا مروره. بالنسبه للفراوله حتى هي كما لاحظتوا اللون ديالها باقي هو صافي. كنطحنوها جيدا. من بعد كنضيفوا هاد العصير، يعني هنا الا بغينا نحصلوا على واحد العصير بمذاق الفراوله والليمون. بالنسبه للعصير الثالث اللي نحضروه اليوم هو التفاح. يعني كنضيفوا التفاح. انا هنا وضعت تفاحه واحده لانني بغيت نحضر واحد الكميه قليله. كنقشروا التفاح ونقطعوه قطع صغيره، وهنا كيبقى على حسب عدد افراد العائله. كنضيفوا ليها العصير والسكر، طبعا كيبقى على حسب الذوق. كما كتلاحظوا هادو هما 3 عصائر اللي حضرناهم مع بعض. هذا عصير التفاح، انا وضعت قطعه من الموز لانه ما بقاليش تفاح. عصير الفراوله وعصير البرتقال والحامض. وهذا العصير هذا ديال الليمون والحامض ممكن نضيفوا له اي فاكهه بغينا، مثلا الخوخ او الموز او الكيوي او الاناناس. صراحه مع الاناناس كيجي روعه. ان شاء الله في رمضان نحضروا مع بعض عصائر بالفواكه. الله يحيينا ويبلغنا رمضان باذن الله. نتمنى في هذا الفيديو هذا نكون وصلت واحد المعلومه اللي صراحه حتى انا كنت كنغلط بزاف في طريقه تحضير هذا العصير. وكان هذا هو الفيديو ديال اليوم. نتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم. الا عجبتكم القناه وعجبكم الفيديوهات اللي كنقدم، ما تنساونيش بالاشتراكات ديالكم، التعاليق واللايكات، بارطاجيو مع الاصدقاء اللي تعم الفائده. الى فيديو قادم ان شاء الله. خليكم على خير.